مينا صابر. انا كان وزني 142. طبعا كنت الاكل بتاعي طول اليوم كان جانك فود. كنت بحب جدا بقى المقليات والاكل الجميل ده، لغايه ما وزني بقى خلاص كنت تعبت وظهري وجعني واسلوب شغلي كنت طول اليوم ببقى واقف، فببقى صعب بالنسبه لي. الوزن ده كان حمل عليا قوي. فكنت بقلب في الفيسبوك، اتعرفت على دكتور احمد المصري. كذا واحد من صحابي كانوا عاملين عمليه معاه، فقررت ان انا اروح، مع اني كنت مقلق يعني من موضوع العمليه ده، وجربت دايت قد كده بس ما نفعش. فقررت ان انا قلت هروح اقعد معاه مره اشوف الدنيا هتمشي ازاي. فابتدى يسالني على الاكل اللي انا ماشي عليه طول اليوم، الامراض المزمنه اللي عندي، التحاليل اللي كانت مطلوبه مني، والحياه ماشيه باسلوب تاني خالص غير اللي انا كنت ماشي عليه قبل كده. كملت ورك اوت في البيت زي ما كان الكوتش بيقول لي، وكنت ماشي على الفيديوهات. الناس بقت متفاجئه من اللي انا وصلت له. بقيت اشجع الناس صراحه ان هم يعملوا عمليه، لان الموضوع مختلف جدا، وهم شافوا ان انا ما تعبتش خالص من العمليه، وان الموضوع بالنسبه لي كان ماشي كويس وما تعبتش من اي حاجه. انا مبسوط جدا بالقرار اللي انا خدته والرحله اللي مشيتها واللي لسه همشيها. انا بشكر الدكتور احمد المصري والفريق اللي معاه على تعبهم جدا معايا في العمليه.